كل حاجه في الفلوماك، هنتعرف على الجزء الميكانيكي في الفلوماك واعطاله، هنتعرف على الجزء الكهربي والكارته. يعني على قد ما الفيديو ده طويل، ولكن معلش حاول تستحمل معايا، هتكون محترف في الفلوماك ان شاء الله بشكل كامل حتى لو انت مبتدئ. بفكرك ان القناه عليها قوائم تشغيل مرتبه للمبتدئين من اول الاساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسه والصيانه العامه. انا احمد داوود، دكتور هندسه. ده الفلوماك. طبعا الفلوماك نظره سريعه كده، هو بيتحط كده فوق الموتور بالمنظر ده كده. الميه بتدخل من هنا، بتعمل تدفق هنا، تطلع من هنا. لما بيبقى فيه تدفق الفلوماك بيحس ان فيه تدفق فبيفتح للموتور، بيوصل كهرباء. ازاي بيوصل كهرباء؟ ده الدخل بتاعه، دي الكهرباء الداخله، وده الخارج بتاعه، ده اللي بيروح على الموتور. فلما بيكون في تدفق ميه بيوصل الكهرباء للموتور، لما يكون مفيش تدفق ميه بيفصل الكهرباء عن الموتور. الفلوماك ده عيبه انه ما بيفصلش. فتعالى نختبره كده عشان نشوف موضوع عدم الفصل ده، نشوفه بعينينا، وبعدين هنتكلم بالتفصيل الممل عن الفلوماك، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونعالج العطل بتاع عدم الفصل ده. بس تعالى نشوف هو ما بيفصلش ازاي. فدي لمبه سيريا، ده المفروض على داخل الفلوماك. تمام، احنا بنختبر على لمبه سيريا عشان بيبقى امن. يعني ممكن نختبر 220، بس انا بفضل دايما اي اختبار بفضل على اللمبه السيريا، بيكون اكثر امانه. والحمل بتاعنا اللي هو بيمثل الموتور هو اللمبه الصغيره دي، لمبه عاديه اهي بالطرفين بتوعها، ان اللمبه دي هي الموتور. فوصلها كده بالخارج بتاع الموتور، ودي عدلة الفلوماك كده. شوف الفلوماك وصل الكهرباء من هنا، وصلها للحمل اللي هو الموتور اللي هو اللمبه ده. المفروض لمده 5 ثواني 7 ثواني 10 ثواني ويفصل اللمبه دي، وهو كده مفيش تدفق ميه. يعني الفلوماك على عدلته كده اهو، ومع ذلك ما بيفصلش، اللمبه منوره. ده معناه ايه؟ ان كده الموتور شغال اهو، عمال شغال. معنى كده انه في عيب هنا في الفلوماك، ما بيفصلش الموتور. بص هو هنا حتى بيديك اللمبه هنا منوره، لمبه الباور اون منوره. الباور اون يعني واصل كهرباء، والبامب اون يعني في تدفق ميه. يعني هو كانه فاكر ان في تدفق ميه. هو في هنا بيبقى فيه وزن ثقل كده، الوزن ده المفروض ان هو بيبقى طول ما هو مرفوع، فكده كانه في تدفق ميه. لكن هو المفروض ما دام ما فيش تدفق ميه الوزن ده بيكون نازل تحت. بيقول الفلوماك انه كده ما فيش تدفق ميه، فالفلوماك يقوم قاطع الكهرباء من هنا لهنا، يفصل الموتور. الفلوماك بقى بيتكون من شقين، شق ميكانيكي وشق كهربي. الشق الميكانيكي هنا فيه زي جلدة رداغ، الميه لما بتعدي من هنا لهنا بتزق الجلدة دي، فبتزق كده عمود كده ممغنط، فبيدي اشاره للكارته انه في ضغط ميه. تمام، ولما الميه بتتحرك لفوق زي ما قلنا بيبقى فيه ثقل، وزن هنا ثقل، الثقل ده بيترفع لفوق فبيدي برضه اشاره للكارته انه في تدفق ميه. تعالى بقى نفك كده الدنيا دي ونتعرف عليها اكتر. هنا الكارته جوه اهي، ودي اللمبات. اللمبه الاولانيه قلنا ان هي بتاعت الباور، اللمبه الثانيه اللي هي دليل على تدفق الميه، اللمبه الحمراء الثالثه دي اللي هي دليل على انه الميه مقطوعه. ضغط الكارته، هنفك المسمار ده عشان نشيل الكارته. نفك المسامير دي في الروزيتا دي اللي هي عند دخول الكهرباء. كل روزيتا من دول بيبقى هنا دخول كهرباء ال و ان 220، وده بيبقى ارث، فاحنا ما عندناش ارث يعني. كذلك هنا برضو دخول كهرباء وهنا ارث، الارث هنا وهنا متصلين ببعض. نبص على الكارته نتكلم فيها شويه كده. دخول الكهرباء من هنا لاين والنيوترال، ادي اللاين وادي النيوترال، او ده اللاين وده النيوترال، يعني الطرفين دول الكهرباء، وده الارث، والارث متصل بالارث بتاع روزيتا الخروج، وادي اللاين والنيوترال. الكارت عموما هنا في مكثف اهو، تبقى الاعطال غالبا بتبقى في المكثف ده او الريلي ده ريلي، ده ليه الاطراف بتاعته، الطرفين دول بتوع الملف اللي بيعمل مجال مغناطيسي علشان يخلي الاثنين قبلتين دول يعملوا في بعض. الريلي ده بيشتغل 24 فولت، يعني انا لو الريلي مش شغال بتتبع الفولت على الكارته، بلاقي ان المكثف ده المفروض يكون عليه 30 فولت. المكثف ده بيبعت للريلي 30 فولت بتوعه، فبيعمل اتصال ما بين الاثنين قبلتين دول. وطبعا الاتصال هنا سليم، يعني هو بيوصل الكهرباء فالدنيا تمام. يعني هنا السنسور ده او الحساس ده، وفي برضو حساس هنا اهو، 2 حساس دول هما الاثنين بتوع تدفق الميه. ففي عمود بيدخل هنا كده، العمود اللي هنا في الجزء الميكانيكي ده بيبقى عمود ممغنط، بيدخل هنا في المكان المدور ده بتاع الكارت هنا، بيدخل وبعدين بيدي اشاره للسنسور ده بوجود العمود ده، فالسنسور بيعمل الدور بتاعه في الدايره ويوصل الكهرباء. كذلك برضو السنسور ده بيبقى في الجزء الميكانيكي اللي هنا بيبقى فيه زي وزن كده
الوزن ده برضو فيه مغناطيس برضو بيدي اشاره للسنسور ده ان الوزن ده مرتفع لفوق مثلا، فبيدي اشاره انه في تدفق ميه، فايه اشتغل يا برده وصل لي كهرباء واشتغل يا فلوماك. لكن الوزن ده لو ساقط بيقطع الكهرباء عن الخروج، يعني الكهرباء ما بتطلعش من البورده ما بتطلعش للموتور فما بيشغلش الموتور. يعني حتى تعالى نعمل تجربه على السنسورات دي نشوف هي بتتاثر ازاي. ادي السنسور الاولاني ازاي بيتاثر بالمجال المغناطيسي. لو جبنا الافوميتر نعمله على وضع البزر، شوف كده على السنسور مفيش اتصال. تمام، بص كده مفيش اتصال. تمام، طيب لو انا قربت مغناطيس، ادي مغناطيس اهو، لو قربته اخدت بالك ايه اللي حصل؟ يبقى معنى كده ان السنسور لما قرب منه مغناطيس عمل اتصال بين الطرف ده والطرف ده، فبيدي اشاره للكارته ان في المغناطيسه هنا، يبقى معنى كان في تدفق ميه. هنشوف الكلام ده دلوقتي واحنا بنفك الجزء الميكانيكي. كذلك برضو تعالى للسنسور الثاني بتاع العمود الممانط اللي في الجزء الميكانيكي اللي هو ده، برضو نفس الكلام، المفروض ما يبقاش فيه اتصال، مفيش اتصال. طيب العمود بقى قام وصل للسنسور، العمود الممانط اهو، اخدت بالك؟ لما المغناطيس قرب السنسور حس بيه، يعني بيقول للفلوماك ايه؟ يبقى فيه ضغط ميه، يبقى معنى كده يا فلوماك اشتغل، خلي الموتور يشتغل ويطلع الميه. طيب احنا كده اتكلمنا عن السنسور. اللمبات دي لمبه الباور اون، انه في كهرباء واصله، لما الكهرباء تدخل هنا ده بينور، يبقى معنى كان في كهرباء واصله. اللمبه دي بتاعت البامب اون، انه في ميه طالعه، لما الكهرباء توصل من هنا تطلع من هنا، يبقى معنى كده ان في ميه. طب الكهرباء دي هتطلع من هنا هتروح هنا ازاي؟ هتروح عن طريق الاثنين سنسور دول، واحد اللي هو بتاع العمود الممانط، والتاني اللي في الظهر ده اللي هو بتاع التقل الممانط اللي في الجزء الميكانيكي. ده بيوصل له انه التقل الممانط معنى انه طلع لفوق، يعني في تدفق ميه لفوق، يبقى معنى كان هو يقول له ايه؟ خلاص وصل الكهرباء من هنا يا معلم، وصلها لي هنا. يعني ايه وصلها لي هنا؟ يعني شغل الموتور عشان في تدفق ميه، في ناس فاتحه الحنفيه اهي وعايزه الميه. طيب مفيش ميه، الميه قطعه، معنى كده مفيش لا ضغط ميه ولا في تدفق ميه. تلاقي ديت اللمبه الحمراء دي اللي بيبقى مكتوب عندها فيلير بتلاقيها منوره. بصوا يا جماعه، قبل ما ادخل في الشق الميكانيكي انا حبيت بس اختبر الكارته، فانا موصل لها الكهرباء اهو، تمام، من اللمبه السيريا موصل لها كهرباء وطالع منها الخارج اهو. بالمناسبه الدخول بيبقى عند المكثف، ازوم شويه، دخول الكهرباء بيبقى عند المكثف والخروج بيبقى عند الريلي. لما بيتولد مجال مغناطيسي هنا دول بيلمسوا بعض بيوصلوا الكهرباء للخارج. قلت اختبر الكارته لوحدها كده على حده، ادي الكارته اهي، انا وصلت كهرباء. العادي ان البورده هتفضل موصله كهرباء للموتور، تمام. ادي اللمبه اهي اللي هي الحمل بتاع اللي هو الموتور، وادي الكارته هتفضل موصله كهرباء. طيب امتى بقى هتفصل كهرباء؟ ركز بقى في الحته دي. ادي السنسور الاولاني اللي هو بيتاثر بالمغناطيس اللي بيجي عليه. دلوقتي هو بيعتبر ان التدفق شغال، في ميه متدفقه. اول ما تدفق الميه يقف، الحته المغناطيسه هتيجي جنب الحساس، هتيجي جنب الحساس كده. عد بقى 10 ثواني، 3 4 5 6 7 8 9، فصل. لو فتحت ميه قفلت الميه، عد 10 3 4 5 6 7 8 9 10، تقريبا 10 ثواني بيفصل. طيب ركز بقى في الشويه اللي جايين دول. هو دلوقتي بيعتبر ان في تدفق ميه، تمام. في مغناطيس اهو بيقرب من الحساس ده، ومغناطيس بيقرب هنا. بص ايه اللي هيحصل؟ اللمبه الحمراء نورت ليه؟ هو كده اعتبر ان مفيش ميه، لان العمود اللي بيبقى في الجزء الميكانيكي اللي هنشوفه كمان شويه، العمود ده فيه برضه هو كمان حته مغناطيسه بتقرب من السنسور. مع دي لما تقرب من السنسور معنى كده ايه؟ ان ضغط الميه ضعيف جدا. هو كده العمود قرب، وفي نفس الوقت مفيش ميه طالعه، فالمغناطيسه اللي فوق مقربه هي كمان. بص ايه اللي هيحصل؟ اللمبه الحمراء نورت، بتقول له ايه ده الميه قطع يا معلم، ضغط الميه ضعيف تحت وفي نفس الوقت مفيش تدفق فوق، الميه قطع. طيب لو انا استبدت شويه كده وفضلت اللمبه الحمراء منوره شويه، فصلت تاني، واللمبه الحمراء هتفضل منوره معايا، دليل انه الميه قطعت. طيب الميه جت، المغناطيسه دي بعدت، بقى في كده ميه، فتحت انا الميه، الموتور اشتغل. تمام، انا كده اتاكدت خلاص ان الكارته بتاعتي سليمه ومية مية. موضوع عدم الفصل المشكله هتبقى من الجزء الميكانيكي اللي هو في المكان ده. فيلا نفتح ونكتشف.
ايوه على المنظر. طيب يعني عشان المنظر المقزز ده فانا هروح اغسل بس الكلام ده، بعدين نيجي نتكلم في الموضوع ده. بعد ما فكيت الفلوماك ده وغسلته من جوه كويس، فانا عامله على وضعه كاني لسه هفكه عشان نشوف هو ايه مكوناته من الداخل. بنفك كده، بص ايه اللي هيطلع معانا. طبعا المكان ده ما كانش نضيف تماما، كان فيه حاجات وحشه اتغسل كله، وهو اللي كان عامل مشكله، كان معلق حته المغناطيسه دي، فكان مدي امر على طول انه الفلوماك يشتغل. ادي الشق الميكانيكي، دي حته كاوتشه. بص الميه بتدخل في المكان ده كده، تضغط على الكاوتشه دي علشان يدي امر انه في ضغط ميه. بس هو ايه اللي بيحصل؟ تعال الاول نتكلم هنا. هو ده الميه بتيجي هنا في المكان ده كده، بين هنا وبين الكاوتشه دي. لما بيبقى في تدفق ميه، شوف ايه اللي بيحصل. في تشيك فالف اهو اللي بيطلع معايا ده، تقوم الميه معديه كده تدخل في الثقب الصغير ده، تقوم دافعه حته في حته مغناطيس اهي، شايفها؟ معدن اهي. شيل بس التشيك فالف عشان ما يلخبطناش. خلي هنا، شايف حته المعدن دي؟ شايفها دي اهي. بص بتتحرك ازاي، بتطلع مع الوزن بتطلع. المشكله عندنا ان الشوائب اللي كانت هنا كانت عامله اعاقه لحته المغناطيسه دي، معلقاها لفوق كده، فلما معلقاها لفوق خلت حته المغناطيسه دي بعيده عن السنسور اللي في الكارته، ففضلت مديه امر للفلوماك بالتشغيل على طول. ما هو الميه لما بتدخل من هنا بيبقى فيه تدفق ميه، بتدخل في الحته في الخرم الصغير ده، تقوم رافعه حته المغناطيسه دي، رفعها كده. الكارته بتفهم ان كده في حد فاتح الحنفيه، في تدفق ميه، فتدي امر للفلوماك انه وصل الكهرباء للموتور وخليه شغال داير. فانت عندك، علشان افكرك اوريك، دي الكارته عندك 2 سنسور. السنسور الاولاني اللي هو اللي بيتاثر بالمغناطيسه اللي هنا دي، اللي هو ده. الكارته بتركب هنا كده بالوضع ده. بص السنسور ده فين؟ هنا. شوف هو فين هنا، شوف قدامه ايه. قدامه حته المغناطيس اهي. المغناطيسه لما بتقرب منه، لما بتكون نازله لتحت كده وتقرب منه، هو كده بتعمل مجال مغناطيسي مع السنسور ده، بيفهم ان الحنفيات مقفوله، بيدي امر للفلوماك افصل الكهرباء، وقف بقى مرور الكهرباء من الروزيتا دي للروزيتا دي، يعني افصل الكهرباء عن الموتور. ده السنسور الاولاني اللي هو بتاع تدفق الميه. في سنسور تاني بقى اللي هو ده بتاع انه في وجود ميه اصلا، في ضغط ميه اصلا. ده عباره عن ايه؟ مكانه هنا. شايف العمود ده؟ العمود ده فيه برضو مغناطيس بتاع السنسور التاني. تعال نشوف كده فين المغناطيس ده. هنا لا، هنا لا، هنا لا، مفيش، مش موجود. اهو هنا في المكان ده. بص المفك بيروح عليه اهو، انا حاسس بيه، حاسس بتجاذب في المكان ده. المغناطيس هنا. العمود ده بيدخل في الخرم، اللي شايف الخرم ده اهو، بيدخل كده هنا كده، هنا في المكان ده، والكارته محطوطه بالوضع ده كده. العمود المغناطيس بتاعه جاي مع السنسور التاني ده بالظبط. طول ما هو المغناطيس مقرب من السنسور ده، طول ما هو معناه كده ان مفيش ميه. يعني انت حطيت مغناطيس هنا على السنسور ده، هتلاقي اللمبه الحمراء دي منوره. معناها ايه؟ انه مفيش ضغط ميه. المغناطيس موجود في المكان هنا، مفيش حاجه حركته. الميه لما بتدخل في المكان هنا في الشق الميكانيكي، الميه بتزق الكاوتشه دي كده، بتزقها لورا كده، ترجع العمود لورا. العمود لما يرجع لورا، يعني معنى كده ان المغناطيس بعد عن السنسور ده. لما يبعد عن السنسور ده تلاقي اللمبه الحمراء طفت. معناها ايه؟ ده في ميه، ده في ضغط ميه. يبقى اذا الكاوتشه، الكلام ده مهم علشان هفهمك بقى ليه المسمار ده بنقول عليه جيبوا يمين جيبوا شمال لما تكون الميه مش ظابطه. هنعرف الكلام ده، وركز جدا في اللي جاي ده. الميه لما بتضغط هنا بتبعد العمود عن السنسور، فبتدي امر كده الفلوماك بيفهم ان في ضغط ميه بالفعل. يبقى اول مرحله ان في ضغط ميه يا فلوماك. طيب تاني مرحله ايه؟ هل المغناطيس ده نازل لتحت ولا طالع لفوق؟ لو نازل لتحت ومقرب من الكارته، معنى كده ان الناس قافله الحنفيات، فالميه منزله المغناطيس بفعل وزن الميه، فمعنى كده انه يا فلوماك ما توصلش كهرباء من هنا لهنا. لكن اول ما تفتح الميه، ضغط الميه اللي هنا ده، اول ما تفتح الحنفيه، ضغط الميه اللي هنا بيبقى فيه شويه ميه مضغوطين هنا، تقوم تزق المغناطيسه دي، تزقها كده تطلعها لفوق، تقوم تعدي ميه في ظرف اقل من جزء من الثانيه. ادى امر على طول او وصل كهرباء على طول من الروزيتا دي للروزيتا دي للموتور، شغل الموتور على طول، يقوم يعوض ضغط الميه اللي فقد هنا وطلع لفوق، يقوم يعوضه ويفضل شغال
يطلع الميه. الكاوتشه دي ايه اللي وراها وايه علاقتها بالمسمار ده؟ وده الكلام المهم بقى. عايزين نكون فاهمين اكتر من السباك نفسه اللي بيجي يشتغل لنا. يعني في احد المشاكل انه الناس يقولوا ايه مثلا لازم اقفل زرار الموتور وارجع افتحه تاني علشان الفلومات يشتغل ويطلع الميه، يدي للموتور امر انه يطلع الميه. ايه علاقه المسمار ده بالدنيا دي بالكاوتشه دي؟ تعال نشوف ايه اللي في الكاوتشه دي. اصلا الكاوتشه دي زي جلده رداخ كده. السوسته دي عشان تدفع الكاوتش تعمل ضغط عكسي، فالميه لما تيجي تضغط السوسته دي او الياي ده تحت كده. بص المسمار ده هو اهو، المسمار ده هو ده، هو دي طبعا مفيش ميه هنا، المكان ده فارغ، هنا بس مجرد رجلاش لتظبيط الضغط هنا. ايه بقى المسمار ده؟ اهو هو ده المسمار. بتلفه يمين مثلا، هو هنا بيقول لك لو لفيته يمين هتلاقي علامه زائد، باينه ولا الاضاءه شديده؟ علامه زائد اهي لو لفيته يمين. يبقى انا لو لفيته يمين ايه اللي يحصل؟ بص اللي بيحصل، المسمار بيطلع بره، او مش بيطلع بره، بيزق الصاموله دي. بص عمال تلفه يمين اهو، شوف ايه اللي بيحصل. ده اخر الزائد. ايه اللي حصل؟ انت لما حطيته كده شوف السوسته طالعه لبره قوي، فايه اللي حاصل؟ الضغط شديد قوي مدخل الجلده دي للاخر. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت وقتها لما تلف ده لليمين على الاخر انت محتاج ضغط ميه شديد جدا علشان يحرك العمود ده ويرجعه. لكن انت عندك ضغط الميه ضعيف، روح للماينس. طيب لما بتروح للماينس بقى ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي الصاموله دي دخلت قربت لتحت. تعالى بره اهي، شوف تعالى نروح للماينس، شوف ايه اللي بيحصل. بص الصاموله السوداء رايحه فين؟ راجعه ورا، رجعت ورا كده. شوف ايه اللي حصل، شفت الجلده رجعت لورا ازاي؟ معنى كده ايه؟ انك مع اقل ضغط ميه هترجع العمود لورا. يبقى انت هنا في الوضع ده الماينس مع اقل ضغط ميه الفلوماك هيحس ان في ضغط ميه كافي. اهو ادي العمود اهو وداخل اهو في الكارته. العمود ده اللي فيه المغناطيسه دي، بص المغناطيسه انا حاسس كده بالظبط بالتجاذب بين المغناطيسه وبين السنسور اهو، انا كده حاسس بالتجاذب. تمام. السنسور ده على فكره فيه زئبق تقريبا، حتى انا مش عارف انت سامع ولا لا، في صوت تكه كده. هي باينه ولا لا؟ طب انا هقربها من المايك. سامع كده؟ في تكه بتاعت الزئبق مع المغناطيس، فهو كده حاسس اهو ان المغناطيس قريب من السنسور. هو كده على وضعه يقول ايه؟ يقول ان مفيش ضغط ميه. طول ما المغناطيس قريب من السنسور معنى كده مفيش ضغط ميه. طيب اضغط ميه بقى، الكاوتش هتضغط لورا كده، تقوم ترجع العمود بعد كده عن السنسور. ايه ده في ضغط ميه يا معلم. تمام. يبقى كده اول مرحله هي ضغط الميه، تاني مرحله السنسور التاني ده بقى اللي هو فين؟ وفين السنسور التاني؟ اهو ده. اول ما المغناطيس هو كمان يبعد عنه ده كده في تدفق ميه، الفلوماك يشتغل. اتمنى تكون الدنيا دي واضحه. يبقى احنا بنلف المسمار ناحيه السالب، يعني بنقول له ان انت على اقل ضغط ميه حس، على اقل ضغط ميه حرك العمود على طول وقول للفلوماك ان في ضغط ميه. لكن انت لو في مكان مثلا عندك ضغط ميه شديد، لا زود على الموجب، زود. شوف لما انت بتزود، بص انا بزود اهو بالموجب، بص شوف ايه اللي هيحصل مع الكاوتشه. انا حاسس بيها بايدي بيزق لبره، تطلع لبره. معناها ايه؟ ان انا كده محتاج ضغط ميه كتير عشان يرجع العمود لورا عشان يبدا يحس بضغط الميه. طيب احنا عرفنا كده ميكانيكيا ازاي بيشتغل. تعال بقى نجرب بعد ما صلحنا وبعد ما الدنيا اتسلكت كده ونضفنا. تعال نجرب نجمع الفلوماك ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. التشيك فالف يركب مكانه، ودخل العمود كده. هبدا اربط المسامير. يعني طبعا رباط المسامير بيبقى كروس، واحد قصاد واحد، واحد قصاد واحد. احنا جمعنا الجزء الميكانيكي، ربطنا المسامير. سامع الصوت ده؟ الصوت ده هو بتاع الحته المعدن المغناطيسه، هي بتتحرك بحريه اهي. لما الميه تطلع كده بتزقها لقدام، انا هميل تطلع كده، يبقى كده في تدفق كده، راجعه تاني بوزن جسمها. نبدا بقى نركب الكارته. ده لاكور بلاستيك اهو، وده جوان، وده جوان تاني. لاكور بلاستيك ده عشان يمسك على السلك، الجوان ده عشان ما يدخلش ميه من هنا. نكمل تقفيل الكارته. وبعدين الكفر ده بس.
قفلناه. يلا بقى نجرب كده على السريع. وادي اللمبه الحمل بتاعنا اللي هي الموتور. شوف هو كده شغال، المفروض 10 ثواني ويطفي. تمام. طيب لو في بقى ميه تدفقت، يعني المغناطيس هتطلع لفوق، فاحنا هنميل بس الفلومات كده بالراحه عشان المغناطيسه طلعت لفوق، في تدفق ميه. طيب نرجع المغناطيسه مكانها، نقفل الحنفيه. عد 10 3 4 5 8 9 وصلحنا الفلومات الحمد لله. ارجوك ما تنساش والدي من صالح دعائك، ولو استفدت مني حاجه يا ريت تدعي لي وليك بالصحه والستر وراحه البال والهدايه للطريق الصحيح والمستقيم.